على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية الكورية، أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف اليوم بسيول محادثات ثنائية مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كيمون، الذي يتولى حاليا رئاسة الجمعية العامة ومجلس إدارة المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGE. وشكل اللقاء فرصة لبحث آفاق تطوير التعاون بين الجزائر والمعهد العالمي للنمو الأخضر في ضوء انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة الدولية في شهر أوت 2025، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين الجانبين، لا سيما في المجالات ذات الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة والانتقال الطاقوي. كما تناول الطرفان التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها بان كيمون إلى الجزائر خلال الفترة المقبلة، بما من شأنه الإسهام في إعطاء دفع جديد للتعاون بين الجزائر والمعهد العالمي للنمو الأخضر واستكشاف فرص جديدة للشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.